حبايبي الزملكاوية مساء الفل على الكل. يمكن اللي ما يعرفنيش من فترة، أنا بطلع على اليوتيوب من فترة طويلة جدا جدا، وأنا مش من الناس اللي شغلتي إن أنا أطلع أعمل فيديوهات وأقول حصريات، دي مش مهنة. أنا بطلع لما بحس إن أنا الزمالك محتاج إن أنا أتكلم وأقول الحقيقة وأوضح الصورة الكاملة للناس وجيل هما ما يعرفوش الزمالك، أو أي حاجة تمس الكيان اللي بشجعه ما بقدرش أستحمل، فبطلع لما بتكون في حاجة مهمة. خليني اكلمكم على عبث كده حصل الفتره دي في اليومين اللي فاتوا، ده اللي خلاني اطلع. انا احب اشوف المشهد كده من بعيد الاول. فشفت عبث جامد جدا جدا بجمله قالها رئيس نادي الزمالك قلعه رياضيه كبيره واذا الدنيا تقوم وما تقعدش. قلعه رياضيه كبيره بأمارة ايه ومش عارفه ايه، ونلاقي بقى ايه، اعضاء مجلس اداره طالعين يتريقوا، انتوا مجلسكم كله مش قلعه، ده نادي حكومي يا ابني زيك زينا، وانا هعرفك تاريخ نادي الزمالك. ويطلع واحد بيقولوا عليه المفروض انه ممثل وفنان. انت عمرك شفت فنان زملكاوي عالم من الناس الكبار زي مجدي او زي اي دول طلع واقحم نفسه واتريق على النادي المنافس او قال كلمه فيها تريقه او فيها، انا ما اعرفش يعني. انا اعتقد ان هذا الشخص له احفاد وله، هل انتوا بتربيهم على هذا المبدا عشان بس كنتوا تقولوا الزمالك صاحب فتنه ومش صاحب فتنه؟ الزمالك قلعة رياضية كبيرة جدا من سنة 1911، نادي كان يرأسه من أعظم الرجال والشخصيات، نادي بياخد بطولات، نادي خد بطولات أفريقية وأفرو آسيوية، ونادي لعب سوبر، ونادي كان سابقك في بطولات أفريقيا قبل ما أنت تلعب أفريقيا. كنا احنا سابقينك، وأنت عارف موضوع التسعة، وأنت عارف إنك أخدت اللقب إزاي. يعني احنا نادي عارف يعني ايه بطولات، نادي في يوم من الايام طلع احسن نادي في العالم، نادي هو اللي عرف العالم يعني ايه كرة يد وكرة سلة وكرة طايرة. نادي الزمالك نادي عظيم وكبير من ايام زمان قوي، من ايام عبده البقال. الزمالك ده مش محتاج ان احنا نقول قلعة رياضية كبيرة، ولا اصل انت شوف انت كم فرع وانا هو مش محل كباب وكفتة، الفروع فين والله يعني هي مش بتتقاس كده ولا مش بتتقاس انت دلوقتي بقيت ايه وانت كنت ايه، لا بيتقاس تاريخ. انت بتقول قلعه رياضيه لانه تاريخ، لعب من ايام حمد امام وقبليه. اعرف تاريخ انا يمكن ما حضرتش بقى دول، وحنفي بسطان ومش عارف مين وناس واسماء كبيره وعصام باهيج دول لعبوا اكبر فرق العالم وكسبوهم. نادي الزمالك اللي ما بتسال اي لعيب محترف سواء لعب في ليفربول من القدام او لعيب محترف او لعيب اجنبي بيقول لك انا اعرف الزمالك. ولما بتقول لي انت بتشجع مين ولو اتمنى هلعب ايه لو انا ما بلعبش سبت نادي هلعب في الزمالك، الزمالك قلعه رياضيه، مش محتاج ان انت تقول لي انا قلعه رياضيه ولا لا. انا رغم انف الجميع نادي الزمالك قلعه رياضيه كبيره، صاحب بطولات زي حضرتك كنا انك بتاخد البطولات دلوقتي هوب تيكي يلا هوب انا صاحب بطولات، ده ما يخشش دماغ. انت بتخاطب للاسف الجيل اللي هو من سن 9 سنين لحد 20 25 اللي هم ما يعرفوش تاريخ كرة القدم، اللي هو انت الاعلام 24 ساعة بيطبل لك 24 ساعة ولا موضوع القندوسي كم قناة ويطلع سيف زاهر يقول لك لا معلش شفت كل اللي اتقال ده، النادي الاحمر طلع رد. اصل النادي الاحمر مش ده مبدأه، مبادئ وقيم. واصل انتوا اللي الزمالك اللي عندكم اللعيبه بتشتم، وانتوا اللي الزمالك اللي عندكم. يا جماعه انا حضرت زمان قوي اخر بقى السبعينات اوائل الثمانينات، انا حضرت لعيبه من عندكم الان طبعا ناس محترمه وانا بحبها. اقسم بالله عندكم لاعب كبير كان حارس مرمى وقف في وسط المباراه كانت المصري البورسعيدي وعمل حركه بدراعه مقرفه. والتاني اللي انا بحبه برضو الان نزل مره بمقش. انتوا عندكم ناس بتشتم وناس بتضرب وناس بتتخانق وناس بتعمل، وموضوع المبادئ بس مش موضوع المبادئ. ما تسمع يا عم محمد عبد الوهاب قال ايه يا راجل، ده انتوا من زمن الزمن لما بتلاقوا مدير فني كويس عندنا وانتوا مش محتاجينه بتجيبوا له عقود بره، وانتوا ما سمعتوش حواره ولا انتوا بتدافعوا؟ اصل القندوسي دوت ما قالش الحقيقه، والنهارده ابراهيم فايق هيستضيف امير ويلا نحقه. عارفين انتوا بتفكروني بايه؟ زي انا مثلا واحده من الناس اقسم بالله وحياه اولادي واحفادي انا ما عنديش القناه بتاعه المنافس، وعمري ما فكرت انزلها من اول ما طلعت لان انا ما بشجعهمش في عمري في حياتي ما بتفرج عليهم، حتى من باب ان انا اخش انتقد او اقول. انا بشوف لقطات شايفه الناس بصوا جه البعبع اللي عرف يرد، يا لهوي ده كده مش عارفه عمل ايه، ده احنا قال علينا ايه. عارفين انتوا بتفكروا ايه؟ بيفكروني بحاجه. عارفين لما تبقى في عيد ميلاد والعيال عامله دوشه فيقول لك بقول لك ايه، ما تنزل فقره الساحر عشان يلهق العيال دي،
والسن بقى ده، فيطلع بقى ايه، انا شايفه لقطه صغيره، إيه عارفين يعني ايه بطوله الانتر كونتيننتال؟ انا اعرفه اوتيل صراحه، بس بقى ايه وهيلعب في احسن الفرق في افريقيا، اللي هو ايه، بصوا يا جماعه الخطه ان هننزل، التارجت بتاعنا ان مفيش حاجه اسمها سوبر افريقي واحنا نادي البطولات واحنا القلعه الكبيره، وانت استنى ده انت هتلعب فين وهتعمل ايه وهتسوي ايه، تحت امرك. كله بقى في وقت واحد، صفحات، برامج، اعلاميين في قنوات مش فئويه، كله هينزل الشغل خطه. انت بقى النهارده هتطلع هتقول كذا كذا كذا، احنا النهارده لازم نعمل غسيل مخ، فيطلع يقول لك يا سلام لما تيجي تتكلم على النادي بتاعنا تقول ما اعرفش ايه. لا يا حبيبي، كلم ناس عارفه التاريخ، عارفه مين لعب، وعارفه ان في هنا اخطاء وموضوع. اصل احنا النادي، انتوا عندكم النادي كان رئيس النادي بيسب ومش عارفه بيعمل ايه وصانع فتنه، وانت عندك اعضاء مجلس اداره طلعت تتريق وبتهاجم مجلس اداره نادي الزمالك وبتعمل فتنه، انت عندك اعلام بيعمل فتنه. اصل يا عيني بصوا كان بيتحبس وسط السوابق، يا ابني هم خدعوك قالوا ايه بقى؟ قالوا ان انت كمان عندك مشاكل، وكان عندك رئيس نادي في يوم من الايام موظفينه نزلت قدام المؤسسه اللي هو فيها وهتفت وعملت والله العظيم، ولبس انا مش بقول بقى افلام ولا بسب، ولبس البدله الزرقاء وراح عربيه الترحيلات وكان ممنوع من السفر. واحد تاني كلنا عارفين ارجعوا ورجعوا الحاجه وصندوق تحيا مصر ومش عارف ايه. لا 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 لا، مش الزمالك اللي فيه الكلام ده، فيه اعلام بيظهر واعلام ما يجيبش سيره. هل بيجيب سيره عن الحاجات دي؟ هل بيتكلم؟ لا لا لا، اعظم الناس، اعظم الشخصيات، وزير الدفاع، الاسطوره، الاخطبوط، اللي مش عارف مين، القاضيه، الفاضيه، القاب. عارفين انتوا اللي هو بقول لك انزل اعمل فقره الساحر علشان ايه، واديهم بقى وطلع لهم الكتكوت من تحت البرنيطه وطلع له الكره من بقه ومن مناخيره، اوبا الجيل بقى اللي مش عارف حاجه ومش عارف تاريخ ومش عارف اي حاجه. هو ده اللي انتوا بتعملوه بالظبط. لكن تجيب حوار، احنا لا عندنا جمهور راح حرق مقر نادي الشرطه، ولا جمهور حرق اتحاد الكوره، ولا كان عمره كان بيروح انديه جيش يكسر كراسي ويعمل حاجه، ولا عمرنا في قناتنا عملنا احتفال لحسن البنا وعملنا ما اعرفش ايه. احنا ناس نادي رياضي وطني، بس انت ما عندكش اللي بيقول ده، عندك بس الناس اللي ما بتظهرش. اصل انتوا بتشتروا لعيبه ما اعرفش ايه وبتعملوا ايه. طالع لنا واحد، انا اسفه بس هو مين مسؤول عن الاعلام في مصر؟ اما يطلع واحد معهوش مؤهل بتوكه كله شغلته، ما هو برضه ده من ضمن الناس. انت بقى هتمسك النهارده زيزو ولاعيبه الزمالك عشان زيزو يزهق فيمشي فاحنا نجيبه، واللي انت بتتريق على 60 مليون احنا هنشتريه ب 120 مليون. ده انت اشتريت امام عاشور اللي كان قاعد عندنا على الدكه، اللي ما قعدش 24 ساعه بلون شعر وكان احتياطي احتياطي، اشتريته ب 130.5 مليون دولار. انت ما بتعملش كده، انت صاحب المبادئ اللي ما بتحرضش لعيب وتخليه يمشي وما يرجعش وتشتريه، اللي تخليه يفسخ عقده ويروح نادي تاني وتشتريه برضه ب 100 مليون، اللي هو دلوقتي قاعد على الدكه وبتدفع له فلوس وعمره ما هيلعب عشان ما يطلعش يقول اللي حصل. ده تاريخ. اوعى تسفه من الزمالك. انا بستغرب هو مين اللي بيتحكم في الاعلام المصري؟ زمان كانوا يسالوا الاطفال واحنا صغيرين عايز تشتغل ايه؟ انا اسفه، اللي يقول لك دكتور عشان اعالج الناس الغلابه، واللي يقول لك مهندس عشان كذا، واللي يقول لك ظابط. دلوقتي بيقول لك عايز اطلع لاعب كوره عشان اخد ملايين، عايز اطلع محلل رياضي ومراسل عشان اخد فلوس. انتوا مين اللي ماسك الاعلام؟ انتوا دلوقتي بعد ما كنا الناس بتذاكر عشان خاطر تجيب حاجه و90% فوق ال 97 عشان تخش كليه الاعلام ويبقى هيمتحن لغه عربيه ولغه كذا وثقافه ومعلومات عامه، بقى يروح ياخد كورس في اي سنتر اللي بيدرسه له واحد من اللي بيطلعوا في البرامج اللي معهوش شهاده عليا، ويبقى معاه ورقه ان هو يشتغل اعلامي. يطلع بقى يسب في الزمالك، ده مش فتنه؟ يطلع يتريق على اللعيبه، ده مش فتنه؟ عبث ومشاكل ووصل مين مش عارفه، احنا هنا عندنا المبادئ واحنا عندنا كذا، وتسفيه للعقول. انتوا شتتوا عقول الجيل، انتوا بتمحوا ذكاء. انتوا عايزين ما يبقاش في غير نادي واحد، عايزين تمحوا كل الانديه. اصل احنا بتوع البطولات، اصل احنا بتوع القرن، اصل احنا قرن مين يا ابني؟ ده انا سابقاك، ده ادوك الجايزه على انك بتدخل الامتحان وبتسقط وانا اللي اكتر منك. الزمالك قلعه رياضيه كبيره، رضيت ما رضيتش رغم انفك، واللي بيحصل ده مهزله. الزمالك له ناس تدافع عنه لان عارفه التاريخ. لما تيجي تكلمني على التاريخ كلمنا احنا واحنا نقول لك ايه هو الزمالك وهو قلعه رياضيه ولا لا.
فبلاش، كفايه بقى، زهقنا.